بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما بعد، إخوانا الأعزاء، متابعي قضية إخواننا الإعلاميين المعتقلين تعسفيا وظلما وعدوانا، أخ العزيز مصطفى المومري، والأخ أحمد علاو، والأخ أحمد حجر، والأخ حمد مصباحي، لقد تم حضورنا اليوم لجلسة نطق الحكم الثلاثاء 21 مارس 2023. وباختصار شديد فإننا سنوضح لكم منطق الحكم الصادر في القضية كالتالي. أولا، الحكم بحبس الأخ أحمد علاو 3 سنوات، وحبس أخ العزيز مصطفى المومري 1.5 سنة، وحبس الأخ أحمد حجر 1 سنة، وحبس الأخ حمد المصباحي 6 أشهر، وبحيث تبدأ احتساب المدة من تاريخ إلقاء القبض عليهم. ثانيا، مصادرة جميع القنوات الإعلامية للمعتقلين. ثالثا، تغريم المتهمين 10 مليون ريال، وذلك في حال العودة إلى ممارسة نشاطهم الإعلامي السابق مرة أخرى خلال 2 سنين الأولى من تاريخ انقضاء مدة الحبس. وبالطبع وكما تعلمون ولا يخفى على أحد بما تعني هذه الأحكام الجائرة الظالمة بأنه قد تم منع وإغلاق باب الحريات منعا باتا، ومعاقبة وتجريم كل منتقدي الفساد والظلم وكل أصحاب الرأي والرأي الآخر، وبالعكس تماما لما كانوا ينادون ويهتفون به قبل توليهم السلطة. وكما تعلمون أيضا بأن الفاسدون هم من يديرون ملف القضية، وبحجم التدخلات الكبيرة والمستمرة في سير القضية منذ اللحظات الأولى لهذا الاعتقال التعسفي وحتى اللحظات الأخيرة، والتي انتهت بالأمس من خلال ما شاهدتموه وما تم إنزاله في جميع القنوات الرسمية، والتي كانت بمثابة التمهيد الأولي لهذا الحكم الجائر والجبان. وفي حين أراد الظالمون إظهار أخ العزيز مصطفى بصورة المذنب المستغل لشهرته في ابتزاز وتهديد الناس، إلا أن الحقيقة ظهرت جلية واضحة رغما عن أنوف الفاسدين. وظهر ذاك الإنسان البسيط بقدرته العجيبة على الضرب بيد من حديد على رؤوس الفاسدين والظالمين، وإجبارهم كارهين على رد المظالم وإعادة الحقوق لأصحابها، وفي وقت قياسي، في حين وقفت الحكومة وجميع المعنيين والمختصين بقضايا الناس والمواطنين عاجزين تماما عن حل آلاف القضايا المثيرة لها، وترك الظالمين الفاسدين وناهب الأراضي والمحتالين واللصوص يعيثون في الأرض ظلما وفسادا وعدوانا، والتخلي عن المظلومين والمستضعفين من أبناء هذا الشعب غير عابين بهم وبدون نصير ولا معين ليواجهوا مصيرهم الأسود المظلم، ويقارعون أباطرة الشر وهوامر الفساد والنهب والظلم وهائمين على وجوههم علهم يجدوا من ينصفهم. فتارة يتوجهون المحاكم ليظلوا قابعين فيها 10 سنين ذاهبين آتين منها دون تحقيق أي نتائج، وبعد أن يكونوا قد خسروا مبالغ مالية مهولة من أجور رسوم المحاكم الجائرة والمرتفعة، وذلك فيما يخص المنازعات التجارية، وناهيك على ما يفوقها أضعافا مضاعفة من أجور وأتعاب المحاماة وما خلف الكواليس. وتارة أخرى يذهبون إلى المشايخ والوجهاء ليجدوا الإنصاف والعدل الذي فقدوه ولم يجدوه في أروقة ودهاليز وقاعات المحاكم ومختلف الجهات الأمنية والرسمية المعنية والمختصة في هذا الجانب. ولا داعي للخوض كثيرا في هذا، ويكفي ما وضحت فيه حاليا. نعم أيها الفاسدون الظالمون، نحن نشكركم لأنكم قد أظهرتم أخي مصطفى كالبطل وكالمنقذ في أعين الناس، وبالمقابل فقد أظهرتم عجزكم وفشلكم وسوء استخدامكم للسلطة وانعدام ثقة الناس التامة بكم، لأنكم وبكل بساطة إذا استطعتم أن تحلوا أي قضية فلن يكون مقابل ذلك
وما ستطلبونه كما ادعيتم بأن أخي قد طلبه، وإنما ستطلبون ما يزيد عن النصف بكثير. وكما ذكر الأخ العزيز وصوت الحق الناطق في زمن الجور والظلم والفساد الشاعر محمد جرموزي بأنكم تحكمون بوادي وتأخذون مقابله واديا آخر أو 4 مليون دولار مقابل ذلك، فلماذا تبخسون أنفسكم بمثل هذا الأجر الزايد؟ وختاما أيها الأوغاد الفاسدون، فإن ردنا عليكم سيكون ما ترونه دون ما تسمعونه، والله لا متاعين الجبناء، والله غالب على أمره ولو كره المجرمون، والله الموفق.